من الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى يفرج بيها عنك، وهي قصة الثلاثة اللي اتسدت عليهم الصخرة. وأنا المرة دي هقول لكم كلام والله صدمة كبيرة. أحد الثلاثة اللي اتسدت عليهم الصخرة وكان ليه عمل عند ربنا، وقال إنه كان ليه أبوين كبيران في السن، وكان هو بيروح يجيب الحليب ليهم أو الأكل يعني أو الطعام أيا كان، ورجع لقاهم نايمين. وبعدين وهم نايمين عياله الصغيرين عمالين يعيطوا يعيطوا يعيطوا: يا بابا عايزين ناكل، جعانين من الجوع. زوجته بتقول له أكلهم، يقول لها أبدا لما أكل أبويا وأمي والله إني أستحي، عشان ده من البر. لا سامحوني، ده من الهبل، ده من قلة الإيمان، ده من قلة الرحمة، ده من الغباء، ده من قلة الفهم، ده من قلة التفكير، مش من البر خالص. أنا حاول أكون هادية عشان الموضوع ده بيستفزني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. خلاص متفقين، حاضر ماشي يا رسول الله، سمعا وطاعة. سيدنا النبي لما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما قالش خدوا الاسطمبة كده زي ما هي وحطوها. ليه بقى؟ لأن لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالبر ما أمرناش بظلم ولادنا وظلم زوجاتنا. ما هو المشكلة إن انتوا بتاخدوا الأحاديث دي تروحوا تحطوها عن بني إسرائيل. انتوا مش واخدين بالكم من بني إسرائيل؟ يهود يعني قلوبهم زي الزفت. فربنا سبحانه وتعالى قال لك بر أبوك وأمك وما تظلمش ولادك ومراتك. ربنا سبحانه وتعالى قال لك بر أبوك وأمك، ولكن قال لك على الطرف التاني ما تظلمش. كتبت زمان وفضلت أقول وهفضل أقول وأكرر: ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك حق الناس وحسن صحابتي، لما قارن الأم ما قال لك أمك ثم أمك ثم أمك ثم زوجتك وولادك، ما حصلش. قال لك ثم أبوك، لما قارن الأم قارنها بالأب. ولما جاب سيرة خيركم قال خيركم لأهله، لزوجته وأبنائه، مش خيركم لا. مفيش وجه مقارنة، يعني مفيش أي وجه مقارنة. دول حق منفصل ودول حق منفصل. لكن في الموقف ده، الموقف بتاع الحديث ده أو حديث بني إسرائيل والثلاثة اللي اتقفلت عليهم الصخرة، ده موقف يعني موقف محتاج شوية عقل، شوية حكمة، شوية رحمة، شوية إيمان. هو لو عنده ذرة إيمان، عارفين كان عمل إيه؟ كان قال: اللهم لا ينقص من الخير شيء، وشرب ولاده وشال نصيب أبوه وأمه على جنب. هو لو عنده ذرة إيمان وشوية إيمان كان راح والله العظيم وجاب لأبوه وأمه وجاب لولاده. يعني لو عنده ذرة إيمان كان آمن إن الرزق بيد الله جل جلاله. لو عنده ذرة إيمان وعنده ذرة رحمة كان رحم أطفاله الصغيرين اللي عمالين يعيطوا. لكن أنا مش عارفة من أنهي كيس جبناه إن عشان خاطر أبر أبويا وأمي لازم أظلم ولادي ومراتي، عشان خاطر أبر أبويا وأمي لازم أبقى عديم الرحمة وعديم الإيمان وعديم الفهم وعديم التفكير وعديم الحكمة وعديم كل حاجة. فأنا مش عارفة أنتوا جبتوها منين. فيا جماعة حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الحديث ده في بتوع الثلاثة اللي اتقفلت عليهم الصخرة، حديث مدعاه للبر، مش مدعاه للظلم، مش مدعاه لقلة الرحمة، مش مدعاه لقلة التفكير وقلة الفهم وقلة فيا رب نفهم ونبطل. يعني ديننا يا جماعة والله العظيم ديننا لا دين ظلم. بنفهم ويا رب واحنا بنشرح والناس بتشرح الحديث ده، يعني كده هم مين يعني؟ والناس بتردد أحاديث بني إسرائيل ترددها بفهم، ولما تيجي نتكلم بالسعة. يعني الحديث عن بني إسرائيل في الموقف ده مدعاه للبر، مش مدعاه للظلم، مدعاه ولازم أوضح كده يا جماعة، لازم أوضح دول بني إسرائيل يهود عايزين منهم إيه؟ فاللي هو يعني سبحان الله. فانتوا بر أبوك وأمك من غير ما تظلم ولادك ومراتك. بر أبوك وأمك من غير ما تبقى عديم الرحمة وعديم الإنسانية وعديم الدم. يعني أنا مش عارفة يعني أنهي دين وأنهي شرع قال ولادي بيعيطوا وأبويا وأمي نايمين، لا حاسين بجوع ولا بعطش ولا أي حاجة، نايمين. فاللي هو يا جماعة خلوا بالكم وانتوا بتشرحوا الأحاديث، خلوا بالكم وانتوا بتسمعوا، ما تبقوش يعني اللي هو حافظ مش فاهم. ولو هنحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن هنحدث بوعي وفهم بإدراك لمعاني ديننا الواسعة، لمعاني العقيدة والإيمان بالله جل جلاله، لمعاني الرحمة والإنسانية ومعاني الحقوق اللي ربنا سبحانه وتعالى يسألنا عليها. عشان لما تبر أبوك وأمك ملوش علاقة بأن أنت تظلم أولادك. قال لك بر أبوك وأمك مش تظلم أولادك، بر أبوك وأمك مش تبقى عديم الإنسانية وعديم الرحمة وعديم الدم.
وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه حلوه قوي. انتوا عارفين اللي كان واقف ده قاعد مستني ابوه وامه وولاده عمالين يعيطوا، خلي واحد من الشارع كده يجي يقول له اديني؟ قولوا لي كده هيعمل ايه؟ هيديه على طول، هيديه على طول. لكن هي لخبطه في المفاهيم ولخبطه في النفوس وفي العقول وفي الافكار. فلما اجي اشرح بسعه، اشرح بفهم، اوضح، علشان الافكار دي بوصلتنا دلوقتي للوقت اللي احنا فيه، ان زي ما في اسيرات في سجن اليهود، في اسيرات في سجون المسلمين، في بيوت المسلمين للاسف، بسبب الافكار العقيمه والاستنباط اللي انتوا بتشيروها او بتقولوها للناس من غير ما تشرحوا سعة دين الله جل جلاله، ومن غير ما تشرحوا المفاهيم وتوضحوها. لان مش كل الناس عندها سعة فهم، مش كل الناس عندها سعة ادراك، مش كل الناس عندها ايمان، مش كل الناس دارسة الدين، مش كل الناس ربنا مفهمها، مش كل الناس ربنا معلمها. وانما قد تكون انت او انتي ربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب علشان يعلم الناس. فيا رب نفهم، ويا رب نتعلم، ويا رب ناخد بالنا من اللي احنا بنقوله، ولما نقول نوضح ان ده للبر مش للظلم، ان ده بر مش ظلم. يعني بكل بساطة، بكل بساطة والله، كان سمى الله وشرب ولاده واكلهم اللي صاحيين عمالين يجوعوا ويتدوروا جوعا وبيبكوا من الجوع، وابوهم نايمين مش حاسين باي حاجة. فاللي هو ولما يبقى يصحى ابوه وامه ان شاء الله، يبقى يروح يجيب غيره، يبقى يروح حضرته يسعى كده ويجيب غيره، او يشيل الجزء بتاعهم زي ما قلت ويحط جزء ويدي لولاده شويه يشربوا. بس بكل بساطه والله. يا رب نتعلم، ويا رب نفهم، ويا رب نبطل نوصل الدين المتحجر اللي ملوش علاقه بديننا، لانه ده بني اسرائيل زي ما قلت لكم، ده بني اسرائيل. بس لما اجي اشرح بديني، لما اجي اشرح بسعة دين الله، بسعة رحمة الله، بسعة رزق الله، بسعة عطاء الله جل جلاله. فلازم ناخد بالنا من النقطة دي كويس قوي. سلام.